النهارده حلقتنا حلقة حب. معانا الفنان عادل إمام، جه عيد ميلاد مازن سماحي. أهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيك، تشرفنا بحضرتك. جاي بدعوة من مازن شخصيا. انا مازن اصله صديقي صاحبي في النادي، ودايما بيقعد معايا في الراكت ويقعد يشجعني، واصدقاء يعني. بتشجعه لما هو بيلعب؟ فهو طبعا. وبعدين هو عزمني الحقيقه على عيد ميلاده، وعدى عليا في المسرح، بس انا كنت ساعتها على الخشبه، فما قدرتش ساب لي خبر ان هو عيد ميلاده النهارده، فانا جيت احييه، يعني بقول له كل سنه وهو طيب. تفتكر لو كان عندك شغل كنت هتيجي؟ كنت هجيله طبعا، هو صديقي اصلا. بقاله كام سنة صديق لحضرتك؟ بقالنا كتير يعني اصدقاء. طيب احنا في قلوب بتحبك بنقول ان كل واحد فينا محتاج حاجة، لما بنتجمع مع بعض ما بنحتاجش حاجة. ايه رأي حضرتك في المقولة دي؟ هو طبعا في المجموع طبعا بيبقى فما قدرتش اقابله، فساب لي خبر ان هو عيد ميلاده النهارده، فانا جيت احييه، يعني بقول له كل سنه وهو طيب. تفتكر لو كان عندك شغل كنت هتيجي؟ كنت هجيله طبعا، هو صديقي اصلا. بقاله كام سنة صديق لحضرتك؟ بقالنا كتير يعني اصدقاء. طيب احنا في قلوب بتحبك بنقول ان كل واحد فينا محتاج حاجة، لما بنتجمع مع بعض ما بنحتاجش حاجة. ايه رأي حضرتك في المقولة دي؟ هو طبعا في المجموع طبعا بيبقى التكامل موجود. انما الواحد مش ممكن انسان يعيش لوحده، لازم يبقى مساعدة الاخرين. لازم الانسان وجودنا مع بعض بنضيف لبعض حاجات. ده ضروري على كل المستويات، وفي كل الاماكن، وفي كل مش يعني والوطن ما بيقومش الا من خلال الشعب، كل الشعب يعني، واي اسره ما بتبقاش لوحديها. فالمجموعه، وحتى الاسلام لما قام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان معاه مجموعه قويه جدا قامت على اكتافها طبعا الاسلام والفتوحات الاسلاميه. وفي الفصل جميل برضه، ما فيش فصل بيبقى قاعد لوحده يعني. حتى في مدرسة المشاغبين كانوا 4 5 يعني، كانوا مع بعض. مازن بيقلدك في مدرسة المشاغبين؟ بيقلدني في كل حاجة، هو حبيبي، هو بيكلمني في التليفون، ويعني عامل لي شغلانة الحقيقة. بيسليني يعني، وبيقعد يرغي معايا في حاجات كتير يعني. بيحكي لك ايه؟ بيحكي لي على كل حاجة يعني، على مسرحياتي، وعايز كنت اللعبة دي وحشة ولا اللعبة دي كويسة، ليه يعمل لي كده وانا بلعب يعني. لو واقف على خشبة المسرح وبتأدي مشهد، ولقيت مازن مثلا ايه بيشاور لك ان هو مبسوط قوي من حركة عملتها، دي ممكن فعلا تتأثر فيك جامد في العرض نفسه؟ لا، هو مازن هنا هيبقى متفرج زي اي متفرج عادي يعني، متفرج، وانا اصلا على المسرح مبقاش شايف حد يعني، ببقى مندمج في الدور بس. انما أنا يهمني جدا ان مازن واللي زي مازن يكونوا موجودين في مسرحي، ده يهمني جدا يعني. وكان في مجموعه برضو كانوا تبع نادي سبورتنج، جم وعزمتهم على المسرح ودعوتهم للعشاء. وبرضه اصدقاء بتوع نادي سبورتنج الحقيقه كانوا معاهم سيده محترمه جدا كانت بترعاهم، انا مش فاكر الاسم دلوقتي لان حضرتك فاجئتيني يعني، انا ما اعرفش اني كنت هتصوره. احنا بصراحة ما كناش متوقعين ان حضرتك هتيجي يعني. قلنا عيد ميلاد بسيط يعني. زي صلاح السعداني ما هو صديقي، وزي سعيد صالح ما هو صديقي، مازن صديقي برضه. خاطرك حبيبي، امرك حبيبي، خاطرك حبيبي، امرك حبيبي، حبيتك انت وانا ونصيبي. خاطرك حبيبي، امرك حبيبي، خاطرك حبيبي، امرك حبيبي، حبيتك انت وانا ونصيبي. صديقاتي أصدقائي، طبعا في قلوب بتحبك دايما بنفكر في الآخر،
يعني ايه بنفكر في الاخر؟ لما بنفكر في نفسنا ونشوف قد ايه ربنا مدينا نعم كتير ونشكره عليها، ده مش كفايه، لازم نفكر في اللي قدامنا، اي اخر، حد جارنا، حد صاحبنا، حد سمعنا عنه من حد تاني اكيد محتاج حاجه، لو فكرنا فيه شويه هنقدر نديله الحاجه دي من عندنا وناخد من عنده حاجه. طول ما احنا مع بعضنا محدش بيحتاج حاجه. مهما رحنا ومهما جينا مصر روحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر روحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. صديقتي أصدقائي، تعالوا نشوف أصدقائنا وصديقاتنا الأبطال اللي رجعوا من أيرلندا ومعاهم ميداليات كتير جدا في ألعاب رياضية هم كانوا أبطال فيها.